يا صباح الفل عليكم. انا منقطعه بس عايزه اقول لكم ان انا يعني من عوايدنا ان احنا لما بنسافر وبنيجي لازم نجيب حاجه لجيراننا، وعايزه اوريها لكم. خليكم معايا. بصوا 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 اهي حلويات المولد. انا هختار منها كده تشكيله وابعت لجاري الهندي وجاري في جار تاني برضو مسلم وجارتي الانجليزيه. دي عينه اهي، عينه للعلب اللي انا عملتها، شايفين؟ ودي برضو شايفين؟ ان شاء الله تعجبهم. حلويات مصريه في علب ايه، علب اهي، شايفين يا جماعه؟ يلا مع العلب التانية ونروح كده نوزعهم. يا سلام على الجو. عايزه اقول لكم ان انا رجعت من مصر بجد الجو تحفه. مصر كان نار نار نار، وهنا بقى ايه، برد ومطر. شايفين الدنيا مبلوله ازاي؟ ناخد العلب عايزه اقول لكم ان انا بحب جدا اجواء الخريف، الجو اللي هو البرد ده. انا عارفه طبعا هو في بلادنا مش برد ولا حاجه، بس بصراحه شايفين؟ والشجر بقى تحفه تحفه. انا هسيبهم هنا لعند ما اولادي يرجعوا كده من المدرسة، هم يبعتوا الحلويات عشان تبقى عادة عندهم ان شاء الله لما يكبروا ويفتحوا بيوت، مع الصوت المصري الجميل ده. بسم الله، توكلنا على الله. لا نعمل ايه، نقرب الكرسي كعادة اي واحدة ست مصرية، قصدي اي ست بتسوق. لا احنا نقفل ونسوق. شايفين؟ انا رايحة دلوقتي اجيب اولادي من المدرسة، الله يحفظهم يا رب. هو ده روتين هنا في بريطانيا عامة، المدارس رايح جاي اهو. الحمد لله المدرسة دي يعني الميزة اللي فيها ان هي فيها باركينج للبيرنتس، ييجوا هنا ينتظروا اولادهم. بسم الله، بس لعند ما يطلع. انا عارفه ان الجو شكله مغري ومش تغركم الشمسه دي. عايزه اقول لكم ان الجو برد والله برد. شايفين؟ كل اولياء الامور اهي منتظره، بنفضل واقفين كده مذلولين. لو مش كده بس، ده انا هاخد من هنا عبد الرحمن ابني واروح لمدرسه تانية اجيب اخته، واروح لمدرسه تالتة اجيب اخواته التانيين، عشان تعرفوا ان احنا هنا في كده في ساقيه والله. هلا بدكتور عبد الرحمن، ليه اتأخرت النهارده بقى في الخروج؟ كان معانا في ايه؟ طيب انت الحلويات دي هتوزعها على جيراننا النهارده، ماشي؟ ماشي. يلا معانا مدرسة عربية. ماشي. لسه راجعين اهو من المدارس. بابا لسه راجعين حبيبه. ممكن تودي دي لجارنا البنجالي، قولوا له ده some sweets from Egypt traditional sweets. ماشي، برافو عليكي. هاتي يلا روح. لا عارفه فين بيت البنجالي يا حبيبه؟ نو واي، ده الهندي البنجالي. يسرا وديها البيت البنجالي المسلمين. عايزه اقول لكم يا جماعه ان احنا ولسه راجعين من المدارس، يا دوب هياكلوا حاجه بسيطه جدا جدا، وفي الاخر هيروحوا على فين تاني؟ المدارس الايه تاني؟ العربي. يلا من اتوضى وصلي. ما فيش اكل لما تصلوا ان شاء الله، مش لازم كل يوم نتخانق على موضوع الصلاه، واحد زهق من مشاكل دي. وديتوا الحلويات؟ قالوا لكم ايه؟ قعد يسألني يعني عن مصر؟ لا، امال قاعد يسألك عن ايه؟ قال لي what year are you in كده. اها، الراجل الكبير ولا عمه الكبير؟ يلا يا ستي يسر. الراجل اللي قدامنا ده بيقول قولي شكرا لبابا. قال شكرا بالعربي ولا ثانك يو؟ اوكي، قلت يمكن خد حاجه من الفيديو. يسرا ما فيش اكل الا لما تصلوا. اوكي، اعملوا لي لايك، مع ان انا مش ليا عين، المفروض ما اقولكوش اصلا اعملوا لايك لان انا منقطعه من زمان صراحه. فلو مش عايزين تعملوا لايك ما تعملوش، ما تشتركوش، بس والله ان شاء الله هتستفادوا يعني، او تشوفوا حياه المغتربين بره عامله ازاي. الحمد لله
يعني الحمد لله الحمد لله في كل مكان وفي كل زمان. هنا في الواحد بحس ان هو في روتين، في ساقية صراحة من مكان لمكان لمكان. يعني حتى انا مش شغالة، يعني انا شغالة اللي هو عندي اللي هو البيزنس بتاعي اللي هو مطعم من البيت كيترينج، لكن في نفس الوقت هو ده ضغطني برضو شوية، حتى ولو كنت قاعدة ما فيش ضغط عليا مبيعات، لكن نفسيا برضو يعني تفكير. فهنا الحياة روتين ساقية كده، تحس ان انت ماشية بساقية. يعني اوصل مدارس الصبح وكذا مدرسة، يعني حظوظ بقى كذا، لان هنا مش سهل برضو ان الواحد يعني ايه بتبقى فيه، والمراحل العمرية مشاكل. المهم بوصل كذا مدرسة وارجع اخدهم والشوبينج، واروح اوصل مدارس عربي، مدارس تانية، او لو مثلا حد عنده دروس، وهكذا بقى في دوامة الحياة. انا حبيت بس انقل لكم صورة مصغرة عن روتيني كأمل في بريطانيا، وان شاء الله اعمل لكم حلقة جميلة جدا عن الشوبينج. انتظروني وبس كده، مع السلامة.